الناس اللي بتدخن بقى هتمسك نفسك قدر المستطاع على قد ما تقدر، ابعد في اول 3 ايام بالذات عن الدخان، علشان بيأثر فعلا على لون الاسنان وبيبوظ التبييض اللي انت عملته. لو انت عملت الحاجات ديت بالذات اول اسبوع وبالتحديد اول 3 ايام، صدقني اسنانك هيفضل لونها ابيض فتره طويله جدا، من سنه ل3 سنين. يعني في عندي بعض المرضى اللي فعلا بيحافظوا على اسنانهم وبيلتزموا بالتعليمات، اسنانهم فضلت لونها ابيض جدا لمده 3 او داخلين كمان في ال4 سنين. فدي حاجه بتاعتك انت مش بتاعه الدكتور. الكام سؤال بقى اللي قلنا عليهم في الاول، لو انا اسناني فيها حشوات ولونها بقى غامق هعمل تبييض، هل ده هيبيض الحشوات كمان؟ للاسف الشديد لا، بالعكس ده هيضرها ويسبب لها شويه مشاكل صغيره كده. فلو هي اساسا الحشوات دي لونها مش حلو ومصفر ومضايقك، فانت كده كده هتغيرها. فنصيحتي ليك اعمل الاول تبييض تمام، بحيث ان لون اسنانك يتغير خالص ويبقى لونها ابيض جدا، وبعدين غير الحشوات بحيث ان انت تختار لون الحشوات على لون الاسنان